من يومين في أحد الأماكن العامة كنت بتمشى أنا وبعض الأصدقاء، ومرة واحدة حصلت حاجة غريبة أوي. لقيت حد عمال يقول لي: يا باشمهندس أيمن، يا باشمهندس أيمن. فأنا استغربت أنا إزاي حد في المكان ده وعارفني، أنا مش معروف هنا. فببص ورايا لقيت إذ مصادفة أحد العملاء والأصدقاء القدامى اللي بقى لي فترة طويلة أوي ما شفتوش. أخبارك، إزيك، عامل إيه، وبالأحضان. وبعدين بيقول لي: يا باشمهندس معلش أنا كنت عايز أسألك على حاجة. قلت له: يا باشمهندس إحنا في خروجة ومش وقت شغل خالص. قال لي: بس سؤال بسيط أوي. قلت له: اتفضل يا سيدي. فبيقول لي: احنا لسه مشترين مكنه بقى لها ما كملناش 6 شهور، والمكنه دي مره واحده ابتدى المحور واي يطلع صوت عالي جدا اثناء الحركه، وبقت تتحرك بصعوبه. فانا قلت له: تمام. قلت له: طيب هي المكنه بتاعتك كانتليفر ولا جانتري؟ قال لي: يعني ايه؟ قلت له: حضرتك انت ما تعرفش يعني ايه كانتليفر ولا جانتري؟ ما شفتش الحلقه بتاعتي الحلقه اللي فاتت؟ قال لي: حلقه ايه؟ قلت له: حضرتك انا بعمل حلقات على اليوتيوب بشرح فيها المكونات المكن. قال لي: تمام تمام. قال لي: يعني ايه جانتري؟ يعني ايه؟ قلت له: اتفرج على الحلقه وانت تعرف. قلت له: من الاخر يعني هي شكلها عامل كده ولا شكلها جاي على جسر؟ قال لي: لا هي جايه على جسر. قلت له: طيب المحور هو بقى اللي بيتحرك عليها ده عليه بول سكرو ولا ركن بينيون؟ قال لي: يا باشمهندس ما تكلمني عربي. قلت له: يا باشمهندس حضرتك في نوعين من انواع التوصيلات. طيب بص حضرتك راكب فيها حاجه كده جشمه وفتيله ولا فيها ترس وجريده؟ قال لي: لا ده هو ترس على جريده. قلت له: طيب تمام. اولا حضرتك انت عايزك تتابع بس الحلقه بتاعتي عشان تقدر تعرف ايه اللي انا كنت بتكلم عليه. تاني جزئيه وده المهم جدا دلوقتي اللي عايز اسالك عليه: انت مركب شفاط بتنظف مكان الترس ده؟ فقال لي: لا الحقيقه هو الاوبريتور اللي واقف على المكنه ما شفتوش عملها قبل كده. قلت له: تمام. المشكله هنا يا فندم، فيا ريت دايما نهتم دايما الموضوع ده انا بتكلم فيه، يا ريت نهتم دائما بنظافه وتطهير الماكينه، وخصوصا لما يكون في نشاره خشب. نشاره الضغط الرفيع ده بيبوظ اجزاء كتير قوي في المكان. من مصباح سي ان سي في سلسله تعلم سي ان سي، واحنا في الحلقه الثالثه، الجزء الثاني اللي هو شبيه البشر. وان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن التواصل ما بين عقل الماكينه واجهزه الاحساس ومعناها ايه. مشاهده سعيده ان شاء الله، وتعالوا بينا يلا.